السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله النهارده فيديو جديد. هنعمل مع بعض النهارده بقى كفته بخلطه المفروم بتاعه كنور. هقول لكم رايي فيها بكل صراحه، واقول لكم حلوه ولا لا وطعمها حلو ولا لا. بس تابعوا معايا الفيديو. الخلطه دي بتستخدم كده في كذا حاجه، في كرات اللحمه او في العصاج اللي هي يعني الكفته او العصاج، او الكفته العاديه، الحواوشي، البرجر. يعني بتستخدم كده في كذا حاجه. تمام. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بس قبل ما نبدا، اتمنى لو انتوا جديد عندي في القناه اشتركوا فيها وفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله تتفرجوا عليه. انا عندي كده نص كيلو من اللحمه المفرومه. الكيس ده بيتضاف لنص كيلو من اللحمه المفرومه. تمام كده. اول خطوه عندنا ان احنا بناخد الكيس دوت وبنفضيه في طبق، وبعد كده بنضيف عليه كوبايه من كوبايه ميه من الحنفيه. الصراحة الكيس لما فضيته كده ريحته حلوة جدا، وهو عبارة عن توابل وتقريبا يعني فول صويا، علشان هي اللي بتزيد وبتضاعف كمية اللحم. كمية اللحمة زادت، ايوه طبعا بتزيد وبتبقى يعني النص كيلو بيبقى حوالي كيلو الا ربع كده. دلوقتي هضيف كوباية المية اهي زي ما هم قايلين بالظبط، وهبدأ ان انا اقلبهم مع بعض. وفي الاول كده القوام بتاعهم بيكون خفيف، لكن بعد كده بتبدأ ان هي تتقل معايا. هركنهم كده على الرخامة دقيقتين 3، وهيبدأ ان هو القوام يختلف خالص، والمواد اللي هي محطوطة دي او الفول الصويا بيبدأ بقى يشرب المية وبينفش معايا. تعالوا بقى نضيف بقية الاضافات بتاعتنا بقى للحمة بتاعتنا. هجيب بقى كده دلوقتي بصلاية انا فرماها في الكبة فرم ناعم خالص كده زي ما انتوا شايفين، وضفتها بالمية بتاعتها. بعد كده هجيب حوالي معلقة كبيرة كده من البقدونس. البقدونس بيبقى حلو قوي في الكفتة. يعني دي التوابل العاديه اللي احنا لما بنيجي نعمل كفته بنضيفها، اللي هي البصل المبشور، معلقه كده من البقدونس، وملح وفلفل. هنحط ملح وفلفل بسيط خالص علشان خاطر الخلطه عندنا فيها كل حاجه، فيها التوابل بتاعتها. يعني بصوا رشه بسيطه من الفلفل الاسمر، وزيها برضو من الملح، حوالي ربع معلقه كده من الملح، ربع معلقه صغيره. هنا بصوا انا ضفت معلقه كبيره من الدقيق على الخليط ده، علشان لقيته الصراحه مش عايز يتقل خالص. لكن مش عارفه الخطوه دي تقريبا الكاميرا فصلت وما اتصورتش. فضفت كده اول حاجه ضفناها، ضفت معلقه كبيره من الدقيق على الخلطه. وبصوا برضو الخلطه سايله خالص زي ما انتوا شايفين. فدي كده بقى اول غلطة، ومش من عندنا طبعا خالص. هو مكتوب على الكيس ان احنا بنضيف كوباية من المية للخلطة اللي موجودة عندنا، لكن هي لو ضفنا نص كوباية من المية طبعا هتكون افضل كتير، والعجينة بتاعة الكفتة او خلطة الكفتة مش هتبقى سايلة خالص زي ما انتوا شايفين كده. ما تمشوش على اللي مكتوب على الكيس وتضيفوا كوباية، لا هنضيف نص كوباية بس. دلوقتي انا عشان دلوقتي رشيت كده، بصوا رشة من توابل اللحمة، وعشان العجينه سايحه معايا خالص كده ضفت معلقتين كبار من البقسماط. تمام كده. تقدروا بقى تضيفوا دي او بقسماط لو حصل معاكم يعني الغلطه دي. بس وببدا ان انا ايه اعجنها كويس، وبعد كده هسيبها تتبل شويه، ادخلها التلاجة بحيث ان هي كمان تمسك نفسها كده علشان نعرف نشكلها بعد كده. لكن الكفته دي انت لو جيتي تعمليها على اسياخ مش هتنفع خالص. بالطريقه دي هتنزل من على السيخ ومش هتمسك معاكي، لان فيها نسبة سوائل عالية جدا. هنا بصوا بعد ما خرجت كده من التلاجة، هبدأ اجيب طبق عندي فيه نقطتين كده من الزيت، همسح ايدي وهبدأ ان انا اخد كور صغيرة وهبططها كده وهعملها زي البرجر كده. بصوا انا برققها ازاي زي ما انتم شايفين، بخليها رقيقة. يعني سمكها مش عالي، لان هي بعد كده اللحمة لما بتتعرض للنار بتكش معانا. هعمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وهتشوفوها في التسوية هيكون شكلها عامل ازاي. علشان خاطر زي ما قلتلكوا كده اللحمة عندنا فيها نسبة سوائل عالية قوي.
تقدروا بقى على فكرة تعملوها مثلا كور صغيرة اللي هي كرات صغيرة، او تعملوها صوابع وتسووها زي ما انا هسويها دلوقتي، او تحطوها في الفرن. برضو حتة التسوية دي هترجع لكم انتوا، انا مش هسوي في الفرن، انا هسوي على البوتاجاز من فوق. لكن انتوا لو حابين تعملوها في الفرن هتبقى نفس الطريقة كده. بصوا ما شاء الله هي عملت معايا كمية حلوة زي ما انتوا شايفين. دلوقتي انا جبت طاسة حطيتها على النار ومهدية النار عندي، تمام. وهبدأ اخد اللحمة عندي وهنزلها في الطاسة. يستحسن ان الطاسة بتاعتكم تكون تيفال عشان ما تلزقش، تبقاش طاسة زي اللي عندي دي كده، علشان ما تلزقش بس منكم. وبنهدي النار وبنسيبها تستوي براحتها. اهم حاجه ان احنا نهدي النار عشان تطلع معانا مستويه، لان احنا بصوا احنا حاطين حوالي 3 معالق، يعني معلقه من الدقيق ومعلقتين من البقسماط، فمش عايزينها تكون معجنه من جوه. بصوا هنا عشان الطاسه مرهقه شويه كده زي ما انتوا شايفين، فبدات ايه ان في حاجات بس بتلزق فيها كده، وهي بتكش كده زي ما انتوا شايفين. وده طبيعي يعني في اي لحمه لازم ان هي بتكش شويه كده، لان هي بتكون انسجه مع بعض. انا كنت بغطيها وبسيبها زي ما انتوا شايفين تستوي على راحتها خالص. بس وعملت كل الكمية زي ما انتوا شايفين. هي للأمانة هي طعمها حلو جدا، بس كانت بتشقق شوية بسبب السوائل. بصوا يعني بتفتح كده شوية بسبب السوائل الكتير اللي موجودة فيها، لكن هي للأمانة كان طعمها حلو جدا. مش تندموا طبعا لو انتوا جربتوها، طعمها حلو، بتدي اللحمة تيست حلو كده. بس وده شكلها كده بعد ما عملت الكمية كلها، وكان ناقص واحدتين كمان دقناهم كده واحنا شغالين. هي يعني فيها نسبة من جوه اللي هي مش هتحسوا بلحمة قوي، لان احنا برضو ضفنا اضافات، فاهميني؟ فلما نقلل المية مش هيبقى فيها السنة اللي هي بتاعة الطراوة دي من جوه، هتبقى ماسكة نفسها كمان عن كده. فجربوها بقى ان شاء الله تعجبكم. بس زي ما قلت لكم هتقللوا المية وتحطوا كوباية بس من المية. دي كده صور حطها لكم لفيديوهات موجودة على القناة، لو حابين يعني تشوفوا اي فيديو باذن الله هتلاقوه موجود على القناة. بس كده دي نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.